كنز عظيم في آخر جمعة من شهر رجب، وصية عظيمة لطلب الرزق الوفير في العام كله. وأسأل الله عز وجل الرزاق أن يغنينا من فضله وأن يقضي عنا ديوننا. وقبل أن نتعرف على هذا الذكر، رجاء دعم هذا الفيديو بالإعجاب وترك تعليق بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. إخواني الكرام، هذه الوصية العظيمة التي معنا هي من مجربات الصالحين، هي وصية إمام فقيه عالم رباني، هو الشيخ علي زين العابدين الأجهوري رحمه الله تعالى. قال هذا الإمام في وصيته: من قرأ في آخر جمعة من شهر رجب والإمام على المنبر بين سكتاته وبين الخطبتين أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 مرة، لا تنقطع الدراهم عن يده تلك السنة. أي عند سكتات الإمام وهو على المنبر بين الجمل وبعضها وبين الخطبتين ردد هذا الذكر: أحمد رسول الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعد 35 مرة. ثم قال هذا الشيخ: لا تنقطع الدراهم عنه طوال السنة. وهذا الذكر أيها الأحبة هو من مجربات الصالحين، ولا بأس بمجربات الصالحين ما لم تخالف نصا من كتاب الله عز وجل أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا.